كتروا قوي اللي بيتكلموا عن الموبايلات على يوتيوب وتيك توك، اللي له واللي ملوش بقى يعمل فيديوهات، لا وبيشرح وبينصح. حتى الستات سابوا اللي ممكن يكونوا بيفهموا فيه وبقوا يتكلموا في تقنية الموبايلات. وهوري لك عينات من الهبيدة الكتير اللي بيهبدوا في اي كلام فاضي. يلا بينا يا عايدة. يلا بينا. يلا بينا. عايز تحل الضريبه اللي على التليفون بتاعك وتشغله من تاني؟ لا وكمان ما يكونش على تليفونك ولا جنيه عليك. الاول دوس لايك علشان والله معلومه مفيده لكل الناس. اولا يا غالي هتعمل ضبط مصنع على تليفونك، ايوه زي ما سمعت ضبط مصنع، ولما يجي بعد 3 شهور يجي فلوس عليك على تليفونك ضريبه جديده برضه هتعمل ضبط مصنع. دلوقتي بقى استحق لايك ومتابعه وشير الفيديو. ايه رايك نعمل له لايك ومتابعه؟ ده نديله بالشبشب على دماغه. معلش بس سؤال، هو ضبط المصنع بيغير السيريال بتاع الجهاز؟ ما هي الضريبه دي مرتبطه بالسيريال حضرتك، ولا انت ما تعرفش المعلومه دي؟ لو ما تعرفش راجع معلوماتك قبل ما تطلع تتكلم في حاجه مش فاهمها. كارثه موجود على تليفونك جوه التطبيق ده. انت عارف ان التطبيق ده حافظ جميع الصور اللي انت حذفتها واللي انت فاكر ان هي اتحذفت من على تليفونك، بس احب اصدمك ان هي محفوظه جوه التطبيق ده وانت ما تعرفش عنها حاجه. اللي طلع الوليدي من المطبخ. من امتى النسخه الاحتياطيه كارثه حضرتك التطبيق اللي بتتكلمي عليه ده صور جوجل، ده التطبيق الرسمي اللي الايميل بيحفظ عليه النسخه الاحتياطيه من الصور والفيديوهات. وعلى فكره دي مش كارثه ولا حاجه، دي حاجه حلوه. ما تعرفيش اي طريقه كده نرجعها بيها المطبخ؟ لو معكش فودافون كاش انت فاتك كتير جدا. لازم على الاقل يكون معاك فودافون كاش، وحد كمان في البيت معاه فودافون كاش. على الاقل اي حد بيسافر خلي بالكم من الكلمه دي مع رامي، لازم يكون معاه فودافون كاش. ممكن تنقذه في مواقف كتير جدا، ممكن يكون يخلص منه فلوسه فانت تبعت له او تبعته من اي حد يحل مشكلته. موضوع فودافون كاش، فودافون كاش ميزه استغلها، حاجه كويسه جدا جدا جدا. انا عاوزه فودافون كاش يا محمد وعاوزه اسافر. عاجبك كده يا عم رامي؟ اديك شبطتها. انا اصلا ما بقبضهاش وقايلها بحوشهم لك معايا عشان ما يضيعوش منك. اهي بعد ما سمعت منك الكلام ده هتقول لك ابعت لي مرتبي على فودافون كاش. دلوقتي كل ما تيجي تشحن موبايلك يشحن معاك بشكل بطيء جدا، مع انك مفعل ميزه الشحن السريع في موبايلك ده. تعالى بقول لك على كود سري لازم تدخل معايا دلوقتي حالا وتفعل المميزات اللي انا هقول لك عليها في الكود ده علشان تخلي شحن موبايلك يكون سريع جدا، وكل ما تيجي تشحن موبايلك مش هيكمل ساعه في الشحن. كود ايه حضرتك اللي بيسرع الشحن ده؟ انا بقالي كام سنه شغال في الموبايلات، اول مره اعرف المعلومه دي. ما تتكلمي، ولا انت مش شاطره غير في الكاش بس؟ هتعمل لي فودافون كاش الاول. منك لله يا رامي. تعرف ليه الناس بتشتري الموبايل الايفون مع انه غالي عن الموبايلات الثانيه؟ انا هقول لك دلوقتي ليه الناس بتشتريه. انت هتتصدم حرفيا لما تعرف ليه الناس بتشتريه مع انه غالي. دلوقتي يا جماعه في ناس بتشتريه تتمنظر بيه قدام البنات وقدام حاجات كتير فشخره يعني، وفي ناس بتشتريه علشان شغل وعلشان تصوير. حرفيا يا جماعه عايزك بقى تقول لي بصراحه انت نوع موبايلك نوعه ايه؟ انت نوع تليفونك ايه يا عايد؟ نوكيا دمعه. طب لو انا قلت لك نوع تليفوني هتستفاد ايه؟ وانا استفدت ايه من الفيديو بتاعك ده؟ المفروض اي فيديو بيتعمل عشان يوصل معلومه. ايه بقى المعلومه اللي في الفيديو بتاعك؟ يدي لك كود مكون من رقمين، بس بعد ما تسمع الكود ده اوعى في يوم من الايام تدي تليفونك لحد، لان لو اديت تليفونك لحد اعتبر ان كل حاجتك هتتنقل عنده، الواتس هيتنقل وكل حاجه هتتنقل والمكالمات اللي هتجيلك هتتنقل عنده. بالفعليا 99% هيبقى مراقبك. تمام؟ لو حد خد تليفونك وكتب على تليفونك انت خد تليفونك منك عشان يعمل مكالمه، خد التليفون وراح كاتب نجمه 21 نجمه وراح حاطط رقم بقى اللي هو انا هحط رقم قدام منك 0. ودك دب قوي وبيحور يا محمد. حضرتك الكود ده بتاع تسجيل المكالمات، ملوش اي علاقه بالهري اللي انت بتقوله ده، ملوش علاقه بالواتس وحاجه ايه اللي هتتنقل عنده. بطلوا هبد بقى، بطلوا كذب بقى، كرهتونا في الشغلانه دي والله. ادي نفسك يا محمد. خلينا نخلص من الفيديو ده. الشاحن ده مش 120 واط، السرعه دي سرعه شاحن 9000 واط. وبعدين اجهزه سامسونج كلها اخرها في الشحن 45 واط، يعني لو جبت له شاحن 30000 واط مش هيشحن اكتر من 45. شكلك عايزه تقولي حاجه. عاوزه اقول له روح العب عند امك. يخرب بيتك. بتسالني وبتقول لي يا احمد انا خطيبي اول لما بيبعت لي رساله على الواتساب مكتوب فيها السلام عليكم بيبقى عارف المكان اللي انا موجوده فيه بالظبط. انا هتجنن. قول لي هو بيعرف ازاي؟ هو اكيد يا جماعه خطيبك ده مش ساحر، بس اكيد هو متابعني. انا خطيبي اول ما بيبعت لي رساله على الواتساب مكتوب فيها انت فين بيبقى عارف المكان اللي انا موجوده فيه بالظبط، وانا هتجنن هو بيعرف ازاي؟ اكيد خطيبك ده متابعني. يا اخي طب حاول تغير في اي حاجه في الرساله، اجتهد شويه معلش. ما هو غير فيها اهو. ده نفس النص بالظبط، فين بقى الابداع والتغيير؟ شال اسمها وحات امك. طيب ادى واحد تاني اهو. حمدي انا هتجنن، انا خطيبي كل ما يبعت لي رساله معينه مكتوب فيها فينك بيعرف انا موجوده فين بالظبط. حقيقي انا مش عارفه ايه السبب، لو تعرف يا ريت تقول لي. خطيبك ده فعلا متابعني. عرفت بقى ان كله بيحور وبيعبي فيديوهات وخلاص، وفي من ده كتير. انا جبت لك بس منهم عينه عشان ما اطولش عليك في الفيديو. اللي عايز اقوله لك ان دي ناس بتعمل فيديوهات بس عشان المشاهدات، مش فارق معاهم المشاهد يستفاد ولا لا. فانت تحكم عقلك وانت بتشوف او بتسمع عشان تعرف تصدق مين وما تصدقش مين. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي.
سلام.